نعيم بيار، يا سلام ما اجمل هذا اللاعب. شوف، اجمل نقطه واجمل لاعب شفتو في خط الوسط ديال المنتخب الوطني المغربي ديال ارتكاز نعيم بيار. شوف، لاعب ما عندوش في القاموس ديالو الديشي التمريرات الخاطئه، ما عندوش في القاموس ديالو. لاعب كيتمتع بواحد امكانيات رائعه، وهذا هو اللاعب اللي كنسميوه حنا لاعب ارتكاز الحقيقي. هو ناعم بيار، كيفاش كيساند الدفاع وكيفاش كيساند الهجوم وكيفاش كيكون التمريرات ديالو صحيحه. ملي كنهضروا وكنقولوا لاعب ارتكاز بالامكانيات ديال التمريرات الصحيحه وما عندوش ديشي، هو ناعم بيار. شوف، اصلا كون ما كانش ناعم بيار عنده واحد المستوى كبير ما يحتاج نهضر عليه. ما يلعب بيار مثل جميع الفئات ديال المنتخب الفرنسي، ديال من قل من 17 سنه. كان مع دوي وكان مع بزاف د اللعابه اللي متالقين دابا حاليا في النوادي ديالهم. شوف، نعيم بيار شفت فيه هو اللاعب اللي كنحتاجوه حنايا في المنتخب الوطني المغربي مع والد الركراكي، وخصوصا من بعد الاصابه ديال سفيان امرابط. هو لاعب ارتكاز حقيقي، هو اللاعب اللي كنحتاجوه حنا في المنتخب الوطني المغربي. وهذه النوعيه ديال اللاعبين نادره في العالم، نادره في العالم. شوف، ادوار اللي كان كيتمتع بها كاسيميرو في الريال مدريد، هاد اللاعب هادو عنده جميع خصائص ديال هذاك الارتكاز، ديال هذاك اللاعب السقاء، اللاعب اللي كيتمتع بالسخاء البدني. كنتمنى انا شخصيا نشوفه في المنتخب الوطني المغربي وراء نائل العناوي. شوف، لاعب بكل صراحه يستحق يمثل المنتخب الوطني المغربي بالاداء اللي قدم لنا في كاس العالم للشباب.